والشكر له على توفيقه وامتنانه. نحمده سبحانه وتعالى تعظيما لشانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نشرع في ندوتنا هذه المباركة الميمونة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، أرحب بالأساتذة الكرام، أستاذ نذير محمدي إمام أستاذ بالمسجد، الأستاذ الكريم الفاضل أستاذ عبد الرحمن وربية، أستاذ مدرس وداعية إلى الله سبحانه وتعالى، والأستاذ الكريم الفاضل أستاذ حميش حسين، كذلك من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينير السبيل وأن يثبت الخطى في طريق الدعوة إلى صراطه المستقيم. خير ما نفتتح به هذا اللقاء المبارك آيات بينات من كتاب الله العزيز الجليل، يتلوها لنا وعلينا الأستاذ النذير، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وأن تصوموا خير لكم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، قسمنا هذه الندوة في هذه الجلسة المباركة إلى 3 محاور. المحور الأول تحت عنوان تحقيق الربانية بالصيام. المحور الثاني، المحور الأول يقدمه المتحدث. المحور الثاني حكمة الصيام وآثاره، من تقديم فضيلة الأستاذ عبد الرحمن بوربيا. والمحور الثالث الصيام من نظرة اجتماعية، أو الصيام والحياة الاجتماعية، من تقديم الأستاذ حسين حميش. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبع آثارهم واقتفى. تحقيق الربانية بالصوم. أيها الإخوة الكرام، نقصد بالربانية تلكم الحياة الزكية، تلكم الحياة الطيبة، تلكم المعاني الراقية السامية التي يستشعرها المسلم وهو يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادات التي افترضها عليه، وبهذه النوافل التي رغبه فيها وحببها إليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه المعاني الربانية هي التي نريد أن نستشعرها وأن نستحضرها وأن نعيشها في أجواء هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان العظيم الذي نستقبله. نقول بعد ساعات: كيف هذه الربانية كيف تحقق، ومما يستمد المسلم هذا المعنى العظيم من خلال الصوم. نتناول ذلك في 5 نقاط. أولا، شرف النسبة، فإن الله عز وجل لم ينسب عملا من أعمال ابن آدم له إلا الصوم. الأعمال الصالحات والقربات والطاعات متنوعة متعددة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها كلها لعباده ونسبها إليهم إلا عبادة الصيام. ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها لنفسه، واستأثر بعلم أجرها وثوابها لنفسه كذلك.
فلم يطلع عليه ملك مقرب ولم يخبر به نبي مرسل. هذه النسبة دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أي قربة، أي عمل، أي طاعة، أي عبادة يقوم بها العبد لله سبحانه وتعالى فهي له. وكم من الأعمال وكم من الطاعات والقربات بين ربنا سبحانه وتعالى ثوابها وأجراها. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد وصف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وصف هذه العبادة الجليلة فقال: الصيام زكاة النفس ورياضة الجسم وداع للبر، فهو للإنسان وقاية، وهو مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فهو للإنسان وقاية وللجماعة صيانة، وللجماعة صيانة أي حماية ودرع تحتمي به الجماعة المؤمنة، ويكون حافظا لها وحافظا لوحدتها ولألفتها وللمودة بينها، ذلك أنه شهر تنزل الرحمات من رب البريات جل في علاه. فهو للإنسان وقاية وللجماعة صيانة. ثم قال: في جوع الجسم صفاء القلب، في جوع الجسم صفاء القلب، ذلك أن هذا البدن إذا أثقل بأنواع الطعام وأنواع الشراب كان ذلك سببا في غلظة القلب وقسوته وغفلته. ففي جوع الجسم صفاء للقلب وإيقاد القريحة، وإيقاد القريحة يعني تنمية للذكاء وإيقاظ للفطنة، وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، وإنفاذ البصيرة يعني ذلك أن المؤمن المقبل على ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادة بصدق وإخلاص، الله تبارك وتعالى يطهر بصيرته وينقي سريرته فيرى بنور الله، ويجري الله سبحانه وتعالى عند ذلك الحكمة على لسانه. يقول كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصوم: الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. فالقلب هذا والجوارح طيلة السنة ميالة إلى الشهوات، ميالة إلى الراحة، ميالة إلى في بعض الأحيان أو أحيانا كثيرة يقع المسلم يقع في الخطأ، يقع في التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، يقع في التفريط في حق نفسه. فالله سبحانه وتعالى منح المؤمن هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك منحة من الله عز وجل لكي يكون بذلك حفظا للقلب والجوارح لصحتهما، ويكون سببا في أن يجدد المسلم النظر إلى قلبه، يتفقد قلبه في هذا الموسم العظيم، يتفقد قلبه في سائر العبادات، يتفقد قلبه عند الذكر، يتفقد قلبه عند تلاوة القرآن وسماع آياته البينات. فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثانيا، المؤمن
يحقق الربانية بالصيام لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. أرأيت لو أن أحدا طلب منك أن تترك الطعام لفترة زمنية معينة، أو تمكث مدة دون أن تتناول الماء أو شرابا من الأشربة، أو تترك مدة زمنية معينة لا تقرب فيها أهلك، أو كنت تطبق ذلك؟ كلا. نرى أن من الناس من يخبره طبيبه أنه يجب عليه للبرء من مرض من الأمراض أن يترك طعاما معينا، أو أن يترك الطعام لفترة معينة، أو أن يجعل لنفسه حمية لمدة زمنية معينة، هذا للحفاظ على صحته والإبقاء على قوة بدنه. لكن نجد هذا الإنسان قد لا يستجيب لأمر طبيبه، أو قد يستجيب لكن لمدة لا يحترمها، لا يحترم المدة التي أخبره بها الطبيب. لكن المؤمن، تأملوا، المؤمن يترك طعامه وشرابه وشهوته لمن؟ لأجل من؟ لأجل خالقه، لأجل مولاه، لأجل سيده، لأجل إلهه وربه الذي أمره بهذه العبادات. في رواية الإمام البخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. إذن يكون بهذا المعنى الصيام يكون سرا بين العبد وربه عز وجل. قال الإمام مجاهد وغيره على علمائنا رحمة الله جميعا في قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال: نزلت في الصائمين. هذه الآية المباركة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال الإمام مجاهد وغيره من علماء التفسير: نزلت في الصائمين. فلما تركوا طعامهم وشرابهم لله عز وجل في حياتهم الدنيا، أبدلهم الله تبارك وتعالى طعاما وشرابا لا ينقطعان في دار كرامته. وقد قال جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثالثا: صوام رمضان مع الصديقين والشهداء، لما رواه ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهاني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قالوا: يا رسول الله، قال: لو كان أن يشهد بأنه لا إله إلا الله وبأنك محمد رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته. قالوا: يا رسول الله، إذا درت هذا منين يكتبني يا ربي؟ من أي الصنف من أي صنف من أصناف عباد الله أكون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الصديقين والشهداء، جعلنا الله جميعا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال تكون مع الصديقين والشهداء، يحافظ على الصلوات، يحقق الشهادة بمعناها ويعمل بمقتضاها، ويصلي الخمس، يحافظ على الصلوات الخمس كما فرضها ربي سبحانه وتعالى، يؤدي الزكاة المفروضة، ويصوم رمضان ويقومه. أنا نظن أنه الأمر يسير، ما فيش صعوبة طالما المؤمن يبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى، طالما هذا المؤمن يحوس وش كاين عند ربي عز وجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: إذا درت هذا
وحافظت عليهم قالوا أنت من الصديقين والشهداء، اللهم لا تحرمنا هذا الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. رابعا، تحقيق الربانية في هذا الشهر العظيم بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان المبارك. الربانية يحققها المؤمن في هذا الشهر، ويحققها طيلة أيام لحظاته أو أيام حياته بمتابعته هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتبع المؤمن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الزكاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم التطوع، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فرض رمضان. ذلك أنه لا أحد أعرف بالله ولا أحد أعبد لله ولا أحد أخشى لله وأتقى له من سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحقيق الربانية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر العظيم. هو شهر رمضان، شهر للصيام وشهر للصبر وشهر للقرآن. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام في كل رمضان يدارسه القرآن، يراجع معاه القرآن الكريم، إلا في رمضان أو في السنة التي توفي فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم راجعه جبريل عليه السلام القرآن في آخر رمضان من حياته. النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات. رمضان الأخير جبريل عليه السلام راجعه القرآن مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خير البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يتخذ من رمضان فرصة لزيادة الطاعات والإقبال على رب البريات، فكيف بنا نحن وقد قارفنا السيئات وانكببنا على المعاصي والمنكرات؟ أفلا يجدر بنا أن نتخذ من رمضان فرصة للتزود من الطاعات والقربات لعلنا نلقى الله سبحانه وتعالى فنكون عنده من المقبولين، من الذين غشيتهم رحمته وشملهم رضوانه. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يصبح ويمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. خامسا وأخيرا، من صفات المتقين التي وصفهم الله عز وجل بها في كتابه الكريم أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال مالك بن دينار رحمه الله: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل.
الإنسان المؤمن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة بعلم، يعلم كيف يؤدي هذه العبادة على وجهها المشروع، ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة بصدق وإخلاص، لكن يخاف هل العمل تاعو هذا يقبل ولا ما يتقبلوش منه ربي سبحانه وتعالى. قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم أي السلف، قال أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. يدير الإنسان يجتهد في العمل الصالح، ما من عمل صالح، ما من عمل بر، ما من خير إلا وتلقاه يعني بادر ليه ويسارع ليه، لما يأديه يصيبه الحزن والكآبة والهم، هل يتقبل منه هذا العمل أو لا يتقبل؟ هذا مع إحسان ظنهم في الله تبارك وتعالى وثقتهم فيه وقوة يقينهم فيه جل وعلا، لكنهم رغم هذا كانوا يتهمون أنفسهم. قال ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، نهار عيد الفطر يلقاه حزين كئيب مهموم، فيقولوا له: إنه يوم فرح وسرور. يقول هذا يوم تاع فرح، سبحان الله، هذا يوم الجائزة، على راك مهموم، على راك حازن. فيقول لهم: صدقتم ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. نحن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم المبارك، نقبل عليه بإذن الله عز وجل بصدق وإخلاص، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا فيه وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ونحسن الظن في مولانا أنه يوفقنا لذلك وأنه يتقبله منا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. المحور الثاني